رسميًا شاومي أعلنت عن سلسلتها الجديدة الشاومي نوت 15 العادي نسخة ال4G ونسخة ال5G وكمان نسخة البرو والبرو بلس، واحنا النهارده هنتكلم عن أول فرد من العائلة الشاومي نوت 15 نسخة ال5G واللي جاية هي بنفس مواصفات وإمكانيات نسخة ال4G، ولكن طبعا مع اختلاف المعالج وسرعة الشحن وكمان سعة البطارية، بس بين الاتنين في فرق سعر بسيط، فأنت أولى بالمعالج الأحسن وكمان سرعة الشحن، فحبيت أبدأ على طول بنسخة ال5G. فيلا بينا على طول زي ما اتعودنا، هفصص لك الموبايل حتة حتة وأقول لك على إيه هي عيوبه وإيه هي مميزاته، كل حاجة هتحتاج تعرفها عن الموبايل. فما تنساش اللايك والاشتراك في القناة وتشير الفيديو لصاحبك اللي محتاج يشتري تليفون جديد. أنا أحمد ودي قناة دوبيفون، ويلا على طول نبدأ الفيديو بتاعنا. اول حاجه هنتكلم عليها التصميم هنا جاي كله من البلاستيك كعادة طبعا الفئه الاقتصاديه، مع مربع كاميرات في الظهر شفناه قبل كده في السلسله اللي فاتت، والتليفون هنا بيجي بثلاث الوان الازرق والاسود والبنفسجي، وكمان التليفون معاه مقاومه ميه وغبار بشهاده اي بي 66. التليفون هنا تخانته كويسه جدا ويعتبر رفيع وشاومي كده ماشي مع الترند، لان التخانه هنا جايه 7.5 مللي وكمان مع وزن 178 جرام. التليفون في ايدك هيكون كويس جدا، وخصوصا كمان ان شاومي هنا خلت الشاشه كيرف واللي هنتكلم عليها كمان شويه، بس انا الصراحه كنت اتمنى ان هي تكمل جمالها وتكمل الترند وتخلي التصميم احسن من كده واشيك، وتخلي يبقى في حاجه كده ايه كرييتيف جديده، ولكن شاومي اختارت تخلي التصميم قديم، وفي في الاخر برضه دي اذواق، بس انا الصراحه مش عاجبني التصميم وكنت اتمنى ان التصميم يجي احسن من كده. اما بقى بالنسبه للشاشه، فالشاشه هنا جايه كيرف بحجم 6.77 انش من نوع عملت بدقه فول اتش دي بلس، مع معدل تحديث بيوصل لحد 120 هرتز، مع السطوع على الورق بيقول لك ان هو بيوصل لحد 3200 نتس، لكن الفعلي ومع الاستخدام بيوصل لحد 1500 نتس، لان مستحيل طبعا ان التليفون فيه اقتصاديه يوصل لحد 3200 نتس. زي ما قلت لك التجربه الفعليه بتقول 1500 نتس، وزي ما قلت لك برضه ان الشاشه هنا كيرف. انا شخصيا الصراحه بفضل ان الشاشه تكون مسطحه عشان التليفون معرض انه يقع، فالكيرف مش تبقى احسن حاجه فيه الوقعات والخدوش والكلام ده كله، وكمان برضه هتقرفك في السكرينه، يعني هتتعب شويه عقبال ما تلاقي سكرينه على الشاشه الكيرف دي، ولكن برضه الشاشه هنا تعتبر ما زالت نقطه قوه في التليفون، وهيقدم لك تجربه الوان ومشاهده فيديوهات ممتازه جدا، وكمان زي ما قلت لك معايا 20 هرتز في الفئه الاقتصاديه، فكل ده هيخلي التجربه معاك بسيطه وسلسه، فدي حاجه كويسه من شاومي ان هي خلت ان الشاشه هنا تكون فول اتش دي كمان 120 هرتز. اما بالنسبه للمعالج، فالمعالج الموجود هنا هو سناب دراجون 6 جين 3، معالج طبعا بيدعم ال 5G زي ما قلت لك، معالج ممتاز جدا، مش بس موجود في التليفونات الفئه الاقتصاديه ولكن موجود في تليفونات فئه متوسطه زي مثلا السامسونج اي 36 الجديد اللي شفنا فيه نفس المعالج، والمعالج ده هيديك اداء ممتاز جدا في التنقل من التطبيقات والتصفح، كمان مع 120 هرتز التليفون هيبقى معاك حرفيا طياره، وكمان في الالعاب هيكون معاك رجوله وهيسد، لان هنا هتقدر تلعب ببجي على 60 فريم وكل اوف ديوتي على هاي كواليتي. التليفون بيطلع من علبه مع اندرويد 15 ومع واجهه شاومي الهايبر او اس 2، وكمان في وعد بان التليفون ده يجي باربع سنين اندرويد وكمان امان. فالصراحه لحد دلوقتي المعالج والشاشه يعتبر من نقاط القوه الموجوده هنا في التليفون، وفعلا بجد يستحق ان انت تفكر في النوت 15 عشان المعالج وعشان خاطر الشاشه. اما بالنسبه للكاميرات، فالكاميرا الاساسيه هنا جايه بحجم 108 ميجا بكسل بتدعم المثبت البصري، مع كاميرا الترا وايد بدقه 8 ميجا بكسل، والباقي ملوش لازمه قوي. والكاميرا السيلفي هنا جايه بحجم 20 ميجا بكسل، طبعا ده تليفون فئه اقتصاديه فما تنتظرش ان هو يكون التنين في الصور، ولكن برضه بيقدم صور معقوله بالنسبه لسعره، مش تتضايق منها خالص. الكاميرا الاساسيه زي ما قلت لك ال 108 ميجا بكسل هتديك صور ممتازه جدا وفيها تفاصيل خصوصا بالنهار، والكاميرا الاماميه برضه مش هتكسفك، هتديك برضه صور مقبوله بالنسبه لسعرها. وكمان هنا الكاميرا الاساسيه بتاعه التليفون بتصور فيديوهات لحد 4K، والكاميرا السيلفي للاسف بتصور فيديوهات لحد 1080، كنت اتمنى ان هي تصور فيديوهات بدقه اعلى من كده. اما بالنسبه بقى للبطاريه، فالبطاريه هنا جايه بحجم 5520 ملي امبير، حجم البطاريه هنا اصغر من الحجم الموجود في نسخه ال 4G العاديه، ولكن بتتعوض بسرعه الشحن 45 واط الموجود في علبه الموبايل. اما بقى بالنسبه لعيوب التليفون، فزي ما قلت لك البطاريه هنا حجمها صغير جدا مقارنه بالتليفونات اللي بتنزل في الفئه الاقتصاديه. احنا بنشوف تليفونات من ريلمي وبنشوف تليفونات من شركات تانية بتيجي ب 7000 ملي امبير، فبالنسبه للبطاريه هنا جايب 5520 ملي امبير، فده يعتبر عيب في التليفون. وكمان طبعا التليفون ما بيدعمش مدخل 3.5 ملي بتاع السماعات، وكمان التليفون جاي بشهاده اي بي 66 ودي اقل من المنافسين، كنت اتمنى ان هي تيجي باي بي 67 او اي بي 69 زي ما احنا بنشوف في باقي الموبايلات. والتليفون هنا مش بيدعم ان انت تركب شريحتين وكارت ميموري، يا تركب كارت ميموري وشريحه يا تركب الشريحتين، لكن خلاف ذلك التليفون صراحه ممتاز جدا ويستحق ان انت تفكر فيه، وفعلا قيمه مقابل سعر. اما بقى بالنسبه للسعر واللي انت مستنيه، النسخه 256 جيجا مع 8 جيجا رام جايه بسعر 14000 جنيه، ونسخه ال 512 جيجا مع 12 جيجا رام بتيجي بسعر 17500 طبعا ضمان محلي. وبس كده، دي نهايه الفيديو بتاعي، اتمنى ان يكون الفيديو عجبك، واتمنى ان يكون بسطت لك الامور بالنسبه للشاومي نوت 15 نسخه ال 5G، ويقول لي في الكومنتات لو انت عايز تليفون معين اتكلم عنه، انا برد على الكومنتات وبشوف كل الكومنتات. وبس كده، انا مبسوط جدا ان انت مكمل الفيديو لحد هنا، يعني لايك واشترك في القناه، وان شاء الله اشوفك في الفيديو الجاي. انا احمد ودي قناه بيفون، والسلام.